السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناتكم بيكوين. النهاردة جايب معاكم فيديو مميز شويتين، هتكلم عن مقارنة بين ثلاجات توشيبا العربي وثلاجات شارب برضو العربي. هتكلم عن المميزات دي وبرضو هتكلم معاكم عن العيوب، وهقول لكم في النهاية رأيي الشخصي في الاتنين وايه نقاط القوة والضعف في الثلاجتين. فلو انت اول مرة تشوفنا، احنا عندنا معارضنا كتيرة جدا في الاسكندرية، بنبيع جميع انواع الاجهزة الكهربائية. شحن اسكندريه بيكون مجانا، شحن القاهره بيكون مجانا. وفي ميزه جميله جدا، لو انت مشترك معانا في القناه زر الاشتراك بيكون تحت الفيديو، وكمان لو تفعل زر الجرس بيوصل لك كل حاجه جديده احنا بننزلها. بيكون ليك خصم حصري لو انت مشترك في القناه، يعني لو التلاجة مثلا عامله 20000 جنيه فانت بتاخد خصم كويس جدا فلو انت مشترك في القناه. كمان بيكون عندنا تقسيط مع البنك الاهلي ومع فاليو وكمان السي اي بي، يعني كل حاجه ان شاء الله موجوده عندنا. فاللي عشان ما نطولش عليكم نشوفوا مقارنه بين ثلاجات توشيبا العربي وثلاجات شارب العربي. طبعا انا متوقع اول سؤال هتساله هو لسه توشيبا العربي موجوده في السوق؟ ده انت قديم قوي. لا، هي فعلا توشيبا العربي لسه موجوده في السوق، بس الانتاج بتاعها قل شويه. بس في الحقيقه هي متوفره في السوق، معانا ضمان لمده 10 سنين. توشيبا العربي مش توشيبا ميراكو. طبعا عملت حلقات كتيره جدا عن توشيبا وعن شارب، لو انت من المتابعين هتعرف الموضوع ده، ولو انت جديد برضه خد لفه في القناه هتلاقيني عامل كل انواع الثلاجات وكل انواع الاجهزه. فعشان نحسم الجدل، هي لسه توشيبا العربي موجوده في السوق، وشارب العربي برضه موجوده في السوق، والاثنين ضمان واحد. طب ايه الفرق بينهم؟ ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده. هنعمل مقارنه بين كفاءه التبريد والصوت وقطع الغيار والخامات، هنعمل مقارنه على كل حاجه. بالنسبه لكفاءه التبريد في ثلاجات توشيبا العربي، فالتبريد بتاعها بيكون نظام التبريد ثابت وحاجه متوازنه، يعني هو الطبيعي بتاع الثلاجات. بيكون فيها خاصيه الهايبر كولينج، دي مش بتاثر على الخضار والفاكهه وتخليها طازه لاطول فتره ممكنه. التقنيه دي او الخاصيه دي موجوده في الموديلات من اول 14 قدم، مش موجوده في ال 12 وال 13. طبعا ثلاجه ممتازه، مش بتسخن من الجناب، وبتحافظ على درجه التبريد مستقره داخل الكابينه سواء الفريزر او الثلاجه. بالنسبه للشارب فالتبريد بيكون اقوى وبيكون اعلى، كمان بتكون مزوده بتقنيه البلازما كلاستر، دي حاجه بتعقم الهواء الداخلي داخل الثلاجه، مش بتخليك تشم اي روائح كريهه لما تفتح باب الثلاجه. في بعض الموديلات العاليه بيكون في خاصيه النو فروست بلس، دي بتوزع التبريد بالتساوي داخل الثلاجه، يعني التبريد في الرف الاول زي التبريد في الرف الاخير، وده بيدينا عمر افتراضي اطول للطعام اللي داخل الثلاجه او الفريزر. فهنا نقطة لصالح شارب طبعا عشان التكنولوجيا الحديثة في التبريد، فالتبريد بتاع شارب أفضل من توشيبا. هنتكلم تاني نقطة معانا عن الاستهلاك بتاع الكهرباء. في توشيبا أغلب الموديلات بتصنف A أو A بلس في التبريد، بتوفر بشكل واضح في الموديلات العادية طبعا اللي مش بتكون انفرتر، في توفير حقيقي. ده كده بالنسبة لتوشيبا. بالنسبة بقى لشارب، بالنسبة لموديلات شارب، الموديلات اللي موجودة من شارب العادية اللي هي مثلا 58 سي مش الديجيتال ومش الانفرتر، بتكون بتستهلك اكتر في الكهرباء، فهنا توشيبا بتكون افضل في استهلاك الكهرباء. لكن لو جبت شارب انفرتر فده بيوفر احسن من توشيبا الانفرتر. لكن الموديلات القديمه من شارب اللي هي 58 سي 58 اي دي بتستهلك كهرباء عالي جدا، فدي نقطه لصالح توشيبا انها بتوفر اكتر من شارب في الكهرباء. نتكلم معاكم عن الصوت اثناء التشغيل. ثلاجات توشيبا معروفة بصوتها الهادي وثباتها أثناء التشغيل، تكون مناسبة للمطابخ المفتوحة والشقق الصغيرة. لكن ثلاجات شارب بعض الناس اشتكوا من صوت الكمبروسر بتاعها بيكون عالي شوية وفيه زنة، فدي نقطة تانية لصالح توشيبا العربي. بالنسبة للتصميم والخامات، فتوشيبا تصميم كلاسيكي عادي جدا زي أي ثلاجة، خامات ممتازة لكن مش فخمة، شكلها مش واو. طبعا شارب التفوق في الخامات، في منها الإزاز، في منها العادي، في منها الأسود، في منها السيلفر، في منها الذهبي كمان، وفي منها الأبيض. فبالنسبة للخامات التصنيع والشكل فبيكون شارب متفوقة بفرق كبير جدا عن توشيبا، وبصراحة متفوقة بفرق كبير جدا عن جميع الثلاجات الموجودة في السوق، إلا ما رحم يا ربي مثلا حاجات زي بيكو وحاجات زي يونيون اير. وزي ما اتكلمنا في الاول بالنسبه للتقنيات بتاعتنا، فشارب بتتفوق اكتر من توشيبا في التقنيات بالنسبه لهايبر كولينج، وبالنسبه لشارب بلازما كلاستر، فبلازما كلاستر بيكون اقوى. بالنسبه لفتره الضمان، ده بيكون معاها ضمان 10 سنين ودي 10 سنين، طبعا الشركه بتكون واحده العربي، فالضمان هنا النقطتين متعادلين لان قطعه الغيار متوفره في توشيبا هي برضو بتكون متوفره لشارب. اسعار ثلاجات توشيبا اللي معانا ال 12 قدم بتبدا معانا من اول 16000 جنيه. طبعا ال 14 قدم في شارب بتعمل معانا 25 و 26 الف جنيه، فاسعار توشيبا بتكون احن كتير من شارب. لو انت عايز موديل معين بسعر معين تواصل تحت معانا في التعليقات وقول لنا انت عايز ايه بالظبط، واحنا نقول لك افضل سعر ليه، وكمان
ليك خصم لو انت مشترك في القناة. الخلاصة لو انت عايز تلاجة حديثة بتقنيات حديثة وتبريد قوي فخليك في شرب. عايز تلاجة عادية ثبات عادي، التبريد بتاعها بيكون كويس مش واو، فخليك في توشيبا العربي. شرب بمعنى اوضح بتكون احدث واشمل وتقنيات اعلى. لو انت عندك تلاجة توشيبا وعندك تلاجة شرب، تحت في التعليقات قول لنا ايه رايك في التلاجتين، بحيث ان الجميع يستفيد ويقدر يقرر يختار توشيبا ولا شرب. انا الاتنين عندي، وزي ما قلت لكم لو انت مشترك في القناه ليك خصم حصري، كمان شحن وتوصيل لجميع المحافظات، شحن اسكندريه بيكون مجاني، شحن القاهره مجاني، تقسيط مع البنك الاهلي ومع فاليو كمان مع CIB. يا رب كل حاجه عجبتكم واستفدتوا منها. اشوفكم حاجه كتيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.